اسمه يقفز إلى الأذهان، تاريخ مليء بالأحداث والإنجازات. النصرة في فكره يقترن فيها القول بالعمل، ونصرة الشعوب المستعمرة بالبيانات والمؤتمرات والاجتماعات الجوفاء هي وسائل الضعفاء، بل هي عار التاريخ ووصمة الأجيال القادمة لمن يرون إخوانهم يعذبون وينكل بهم ويقتلون أمامهم، فلا يحركون إلا أقلاما تستجدي وألسنة تستخذي. من أبرز الإطارات والشخصيات الأردنية وبناته الأوائل رئيسا للجنة الشعبية العليا لدعم الثورة الجزائرية، أول من رفع العلم الجزائري على مبنى جبهة التحرير الوطني الذي تم شراؤه بتبرعات الشعب الأردني، وأصبح لاحقا مقرا للسفارة الجزائرية في عمان، أمينا ومحافظا للعاصمة في آن واحد سنة 60 900 وألف، غير فيها تسمية جبل الجوفة إلى جبل الجزائر. نلتقي بعد الجينيريك. مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج لقاء الذاكرة. لقاء الذاكرة هذه المرة يحط الرحال بأرض المجد والأصدقاء، المملكة الأردنية الهاشمية، باعتبارها محطة أسطورية في تاريخ الثورة الجزائرية. ويلتقي السيدة علياء لاستحضار مسيرة الراحل ضيف الله الحمود، وزير الداخلية الأسبق ورئيس اللجنة الشعبية العليا لنصرة الجزائر. السيدة علياء، أهلا ومرحبا بك في مكتب الراحل ضيف الله الحمود. وأهلا وسهلا فيكم في بلدكم الشقيق الأردن، شرفتونا. السيدة علياء، شكرا جزيلا على هذه الكلمات الراقيات، وأشكرك الشكر الجزيل على إتاحتنا هذه الفرصة لإجراء مثل هذا اللقاء في منزل الراحل ضيف الله الحمود. مشاهدي الكرام، قبل أن نخوض في النقاش أدعوكم لمشاهدة ومتابعة هذا البورتري عن الراحل، ثم لنا عودة للنقاش. في ذاكرة المكان تدعى عمان، وفي كتب التاريخ تدعى قصة إنسان. وهناك على سفوح الجوفة واللويبدة لم يكن أبناء آل هاشم بعيدين عن نبض الشارع الأردني في دعمهم للجزائر، فتنادى الأحرار من إربد والنعيمة والسلط والدير أبي سعيد وأيدون ومن كل بيت أردني لمساندة الجزائر في حربها ضد الاستعمار. فها هي جبال الأردن تردد أغنية الحرية وتلقي معاطفها الدافئة على الجزائر والثوار، فتعزز هذا الدفء بلجنة شعبية عليا لدعم الثورة الجزائرية سنة 56 900 وألف برئاسة الوزير والنائب الأسبق المحامي الراحل ضيف الله الحمود، الذي أصبح صديقا ومرافقا لممثل جبهة التحرير الوطني في عمان الأستاذ المرحوم عبد الرحمن العقون. لقاء الذاكرة وفي الذكرى 22 لوفاته يزور بيت صديق الثورة الراحل ضيف الله الحمود، ويستحضر مناقبه ومآثره رفقة ابنته علياء، ويقف عند كل محطات الراحل، كيف لا وهو من كانت مسيرة حياته تدل على حراك دائم للعمل من أجل الأردن وكل العرب. عشق الثورة بروحه ونضاله، ورسم لنفسه صفحة خالدة في تاريخها المجيد عنوانها الإخلاص والتميز، وجهان لرجل واحد. تعددت فيه المواهب واجتمعت لديه مبادرات الإبداع الاجتماعي
قبل أن يصنع تاريخا مليئا بالأحداث والإنجازات. لذا لا غرابة في أن يكون رئيسا لعدد كبير من اللجان والجمعيات التطوعية وغيرها من الهيئات الرسمية. علياء ضيف الله الحمود، وهي تقتفي آثار والدها من خلال مكتبه هذا الذي شعرنا وكأننا اقتحمنا خصوصياته. اعترفت أنها مهما تحدثت عن مناقب والدها فإنها لن تعطيه حقه، وتمنت لو كان هذا التسجيل مع والدها فهو خير سفير لنصرة الجزائر وثورتها، وخير دليل على ذلك هذا الحصاد الكبير من الأوسمة الرافعة الأردنية والعربية والأجنبية. ضيف الله الحمود عشق أيضا الصحافة، فكان المحرر المسؤول على جريدة الميثاق لشفيق رشيدات، لينفرد بعد ذلك بإصدار جريدته الأسبوعية الصحفي سنة 64 900 ألف، لتتوقف عن الصدور سنة 97 900 ألف بعد معاناته مع المرض. ولكي يبقى صديق الثورة على صلة بالشعب الجزائري، أصرت علياء أن تزودنا بأرشيف جريدة الصحفي وبعض الوثائق المتعلقة بالقضية الجزائرية التي استحوذت على اهتماماته، بما جعل العمل الشعبي التضامني يتداخل في عمله الرسمي. فها هو يرتاد كثيرا على مداومة مكتب ممثل الحكومة الجزائرية بجبل الويبدة، هذا الجبل الذي سمي في الخمسينات بجبل الوطنيين باعتباره ملتقى للفعاليات السياسية والاجتماعية في الأردن. فما كان عليه إلا أن يقوم برفع العلم الجزائري على أول مكتب لجبهة التحرير الوطني في عمان، وأصبح لاحقا مقرا للسفارة الجزائرية في عمان سنة 63 900 ألف. الصادق في انتمائه والمخلص في عمله، وبعد أن أصبح أمينا ومحافظا للعاصمة الأردنية عمان، قرر تغيير اسم جبل الجوفة إلى جبل الجزائر. وكان قبلها قد قام باستقبال رئيس الحكومة المؤقتة فرحات عباس والوفد المرافق له سنة 59 900 ألف، وقدم له مجسما لمسجد قبة الصخراء المشرفة، قبل أن يحظى وفد الحكومة المؤقتة باستقبال من طرف الملك حسين الذي دعاهم لجلسة عمل تم فيها مناقشة مسألة كيفية نقل الأسلحة والذخيرة. حان الرحيل وغادرنا عمان والأردن الأصيل، وإن يكن لنا حق الاعتزاز بمن آزروا ثورة التحرير وساندوها في أرض الأصدقاء والأشقاء، فللمرحوم ضيف الله الحمود سابق الفضل في احتضان القضية الجزائرية، ولهذا سيظل اسم هذا الرجل العظيم منقوشا في ذاكرة الأيام والأجيال، وستحتفظ الجزائر بمواقفهم الخالدة صفحة مضيئة في كتاب المجد وذاكرة أزلية في سجل ثورة التحرير. بالفعل من خلال هذا البورتري لاحظنا أنه الراحل ضيف الله الحمود مسيرته كانت عبارة عن حراك دائم. السيدة علياء، ضيف الله الحمود كانت مسيرة حياته تدل على حراك دائم بالفعل للعمل من أجل الآخرين ومن أجل وطنه الأردن، ومن أجل كل العرب الذين ناضلوا دفاعا عن وجودهم وحريتهم واستقلال أوطانهم وشعوبهم شرقا وغربا. برنامج لقاء الذاكرة يريد أن يعرف أكثر عن الراحل ضيف الله الحمود. من هو ضيف الله الحمود؟ ولد والدي المرحوم ضيف الله الحمود في نعيمة 1914 في منزل خاله سالم باشا الهنداوي. أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة في مدارس إربد، ثم دراسته الثانوية في مدارس السلط، في مدرسة السلط الثانوية اللي كانت خرجت كثير من الشخصيات الأردنية الذي كان لهم دور بارز في الأردن. ثم عمل كمعلم لمدة 8 سنوات في عهد الإمارة، ثم توجه إلى سوريا لدراسة المحاماة، ومن بعدها دخل سلك القضاء، وأسس في عام 1949 مع زميله توفيق رشيدات مجلة الميثاق اللي أصدرت 1949. بعدين تولى عدة حقائب وزارية، منها وزارة المعارف في 1954، وقام بتسميتها وزارة التربية والتعليم. وطبعا كان وضع التربية قبل التعليم، لأنه بقى من هي التربية، هي التربية يعني هي
اللي بتأدي للمستقبل، أي إنسان مستقبل ناجح له. بعدين تولى كمان وزارة الزراعة ب 1956، ووزارة الطيران والبريد، ووزارة الداخلية. وكان أمين عاصمة، تولى أمانة العاصمة ب 1957 و 1958 كان أمين ومحافظ للعاصمة حتى في سنة 60. وضل وفي 1966 برضه كان 68 كان محافظ للعاصمة. فاز بعضوية مجلس النواب في الأربعينات، في دورتين، في الأربعينات والستينات. الوزير والنائب والعين وأمين العاصمة الأسبق، المفكر، الأديب والشاعر الموسوعي والصحفي والمحامي وألقاب أخرى كان يحملها ضيف الله الحمود. هذا بالإضافة إلى أنه كان رئيس لجنة نصرة الشعب الجزائري. ممكن جدا أن هذه الألقاب هي التي جعلته يترأس هذه اللجنة. كانت القضية الجزائرية استحوذت على فكر والدي المرحوم ضيف الله الحمود، يعني من قوميته العربية كان وجد أنه لازم أنه ندعم الشعب الجزائري ونسعى إلى مساعدته لنيل حريته والعيش بكرامة وإباء. لما حين تولى أمانة العاصمة بالستينات، حرص أن تكون أمانة العاصمة كانت خلية لدعم الشعب الجزائري، فكانوا يواصلوا الليل والنهار في جمع التبرعات، بالرغم من إمكانية الأمانة المادية ما كانت كثيرة، ولكن عملوا جهدهم على جمع التبرعات لدعم نصرة الجزائر. بالفعل هي مناصرة الجزائر لم تكن وليدة سنة 54، يعني تاريخ انفجار الثورة التحريرية، لكن كانت قبل ذلك. يعني كيف يمكن لنا أن نلمس هذا ميدانيا من خلال نصرة الشعب الجزائري؟ من خلال الاحتجاجات والمهرجانات اللي كانت تقوم عشان دعم الشعب الجزائري في عبر كافة المدن الأردنية. ولم التبرعات لمناصرتهم. إذن الأردن دعمت القضية الجزائرية مباشرة بعد انطلاق أول شرارة في الفاتح نوفمبر 54. كيف نلمس ذلك ميدانيا؟ كان من خلال الاحتجاجات والمهرجانات ولم التبرعات. كانت بالإضافة إلى تشكيل لجنة نصرة الجزائر من خلال والدي حرص إنه حتى من خلال إنه مراسلة الجهات الرسمية من خلال النواب والأعيان عشان لجنة تشكيل نصرة الجزائر. بعد ما شفنا كيف تم تشكيل لجنة نصرة الشعب الجزائري، أكيد هذا الدعم الميداني للثورة الجزائرية، أكيد هذا الدعم رافقه دعم آخر مادي. كيف تم ذلك؟ كان في شراء دار قام والدي من خلال أمانة العاصمة طبعا ودعمها، إنه شراء دار للجنة نصرة الجزائر. مباشرة بعد تأسيس لجنة نصرة الجزائر كان فيها هناك أعضاء، من بين الأعضاء أصبحوا الكل تقريبا زملاء في الحكومة، في النيابة، في مجلس الأعيان، ومن بينهم سليمان النابلسي الذي كان محاميا أصبح فيما بعد رئيس حكومة. يعني ولكن بعد ما أصبح رئيس حكومة لم يتغير توجهه وبقي في نفس وتيرة الدعم للقضية الجزائرية. أكيد لأنهم هذول الرجالات في هذاك الزمان كانوا رجالات، كانت القومية العربية عندهم أولوية وليس المناصب. المناصب ما غيرت توجيههم ولا تفكيرهم. إذن أكيد مواقف كل هؤلاء الأعضاء في لجنة نصرة الشعب الجزائري كانت قومية عربية في نفس الاتجاه، وهو دعم القضية الجزائرية، وراح يدعم هذا الرأي من خلال قضية اختطاف الطائرة للزعماء الثورة الخمسة في 22 أكتوبر 1956. يعني كيف كان هذا الخبر، كيف كان وقعه على الأردن ملكا وحكومة وشعبا؟ أكيد
استقبل الأردن حكومة وشعبا خبر اختطاف الطائرة باستياء جدا، وكانت هناك احتجاجات في معظم القرى الأردنية والعاصمة الأردنية عمان، مطالبين بفك الحجز عنهم. وكان هناك ضغط من قبل الأردن من خلال مجلس الأعيان والنواب والحكومة ومطالبة للسفارة الجزائرية بالضغط على الحكومة الفرنسية بأخذ الإجراءات اللازمة لفك الحجز عنهم. وكان هناك احتجاجات أمام السفارة الفرنسية في الأردن. مباشرة بعد هذه الحادثة الثورة الجزائرية استمرت، واستمر العمل السياسي خارج الجزائر إلى غاية تشكيل الحكومة المؤقتة في 19 سبتمبر 1958. يعني كيف استقبل الأردن خبر تشكيل الحكومة المؤقتة؟ كان هناك سعادة عارمة واحتفال رهيب أقيم من قبل أمانة عمان والحكومة الأردنية بحضور جلالة الملك رحمه الله. فكان هناك احتفال كبير ورفع العلم الجزائري الأردني، وكان هناك هتافات مناصرة للجزائر، وكان يوم سعيد على الأردنيين وعلى الشعب الجزائري برفع العلم الجزائري في مقر البعثة الأردنية. كما أنه قامت الأمانة بإهداء سيارة للبعثة. بالفعل ضيف الله الحمود أمينا ومحافظا للعاصمة كان يقوم بدور جبار بالنسبة لدعم الثورة الجزائرية. ومباشرة بعد تشكيل الحكومة المؤقتة قام برفع العلم الجزائري على مبنى جبهة التحرير اللي كان موجود في جبل الويبدة. قام والدي بالتوجه إلى جبل الويبدة إلى مقر البعثة الجزائري هناك، وقام برفع العلم الجزائري بكل فخر واعتزاز لما حققه الشعب الجزائري من انتصار من أجل نيل حريته. إذن هذا العمل توج بزيارة وفد من الحكومة المؤقتة وعلى رأسها فرحات عباس. وبالفعل كان ضمن هذا الوفد كل من أحمد توفيق المدني وأحمد فرانسيس وعبد الحميد مهري واليعلاوي ومزهودي، وبالإضافة إلى المندوبي جبهة التحرير بالأردن. يعني زاروا الأردن. يعني كيف كان استقبال الرسمي بالنسبة لهذه الزيارة؟ قام بزيارة الأردن، وقام والدي من خلال أمانة العاصمة بعمل حفل تكريم له غداء بحضور جلالة الملك وعدد كبير من الشخصيات الأردنية. وكان هناك نقاشات كبيرة بالنسبة للقضية الجزائرية بهداك الوقت. وقام والدي بإهداء مجسم لقبة الصخرة إلى الزعيم فرحات عباس في هذه المناسبة. مشاهدي الكرام، من خلال الحديث مع عليا راح نعرض عليكم هذا الفيديو اللي يتضمن صور حول وصول الوفد المكون للحكومة المؤقتة واستقباله من طرف ضيف الله الحمود وجلالة الملك الراحل حسين. نشاهد ثم نعود.
فعلا من خلال هذه الصور شفنا كيف الاستقبال كان حار بالنسبة لجلالة الملك، وشفنا كيف كان أيضا الاستقبال حار من طرف ضيف الله الحمود وهزاع المجالي رئيس الوزراء آنذاك، يعني واللي هو موجود هنا في هذه الصورة، اللي هنا ضيف الله الحمود، هنا فرحات عباس، وهذا هزاع المجالي رئيس الوزراء آنذاك. يعني استقبال رائع، هذا على المستوى الرسمي. لكن علياء، ماذا عن المستوى الشعبي؟ كان هناك سعادة عارمة واحتفال رهيب أقيم من قبل أمانة عمان والحكومة الأردنية بحضور جلالة الملك رحمه الله. فكان هناك احتفال كبير ورفع العلم الجزائري الأردني، وكان هناك هتافات مناصرة للجزائر، وكان يوم سعيد على الأردنيين وعلى الشعب الجزائري برفع العلم الجزائري في مقر البعثة الأردنية. زيارة الوفد الرسمي للحكومة المؤقتة برئاسة فرحات عباس كان له استقبال من طرف جلالة الملك والوالد رحمه الله. المحادثات التي دارت بينهما، كانت المحادثات مركزة على جمع التبرعات المادية وتجميع السلاح من أجل نصرة الجزائر. كما أن أستذكر أنه قامت الأميرة دينا رحمها الله بالتبرع باليخت مملوء بالأسلحة إلى الجزائر. كما أن هناك كانت المباحثات لتشكيل لجنة للتبرعات في أنحاء الوطن كاملة، والتكليف هذه اللجان بالاتصال بالبنوك من أجل لم التبرعات من كافة مناطق المملكة. بالإضافة إلى زيارة الوفد الرسمي للحكومة المؤقتة، هناك إضافة أخرى أو معلومة أخرى، زيارة الفريق الوطني إلى الأردن 18 مارس 58، يعني يوم قبل تشكيل الحكومة المؤقتة. كانت الزيارة لوفد الفريق الوطني إلى الأردن، يعني كيف كان الاستقبال؟ وكانت هناك يعني عبارة عن تحفيزات من خلالها حصلت مبالغ رسمية لدعم الثورة الجزائرية. قام والدي بعمل حفل تكريم للوفد الفريق الرياضي الجزائري بحضور جلالة الملك رحمه الله، وقاموا بهذاك الوقت في لمع التبرعات وتشجيعهم ولمع التبرعات من أجل نصرة الجزائر، فكان حدث مهم في هذاك الوقت. سيدة علياء، أمور أخرى لاحظنا فيها دعم الشعب الأردني والحكومة وشعبا وملكا له وقع كبير على الثورة الجزائرية، وذلك من خلال عزم فرنسا إجرائها تجارب نووية وتفجيرات في الصحراء الجزائرية. هذا العمل الوحشي الجبان شكل بالنسبة للرأي العام رأي آخر واستياء، خاصة بالنسبة للشعب الأردني. يعني كيف كان التعامل مع مثل هذا الفعل الجبان؟ أكيد هذا العمل الإجرامي الذي له آثار جسدية ونفسية على الجزائريين شكل صدمة بالنسبة للعالم، وأكيد للأردن اللي بتعتبر الجزائر والشعب الجزائري إخوان. فكان هناك كثير من الاحتجاجات أمام السفارة الأردنية من قبل الشعب الأردني مطالبة بوقف هذا العمل الإجرامي، وعبرت فيه عن الاستياء من هذا العمل. كما أنه كان هناك مطالبات من النواب والأعيان والوزراء إلى العالم جميعا وإلى الأمم المتحدة بوقف هذا العمل الإجرامي، وعبرت عن الاستياء من خلال المراسلات. فكان هناك مطالبات واحتجاجات من أمام السفارة الفرنسية في الأردن، مطالبين بوقف هذا العمل الإجرامي، وعبروا الشعب الأردني عبر عن استيائه وشجونه من هذا العمل الجبان. كما كان هناك مطالبات من الحكومة الأردنية ومن النواب والأعيان إلى الأمم المتحدة بوقف هذا العمل الإجرامي وقطع العلاقات الاقتصادية. طالبت الأردن بقطع العلاقات الاقتصادية مع
من الجامعة العربية. من الجامعة العربية مع فرنسا. أمور أخرى متعلقة بالتضامن مع الشعب الجزائري، بحيث زيارة الرئيس الفرنسي دوغول آنذاك قابلها الشعب الجزائري بمظاهرات 11 ديسمبر 1960، ونتيجة لقمع هذه المظاهرات ذهب ضحيتها العديد من الشهداء. يعني كيف كان التضامن الشعب الأردني مع شقيقه الشعب الجزائري؟ كان التضامن من خلال الاحتجاجات التي عمت المدن الأردنية، مطالبين بوقف هذا الظلم عن الشعب الجزائري والمطالبين بنيل حريته واستقلاله. نعم. وأيضا الجهات الرسمية من نواب وأعيان وحكومة، كانت هناك مطالبات إلى الأمم المتحدة أيضا بوقف هذا الأعمال الإجرامية. نوع آخر من التضامن، بحيث جميلة بوحيرد المناضلة المعروفة بنضالها المستميت للاستعمار الفرنسي، ألقي على القبض في سنة 57 وحكمت بطريقة سورية، وحكم عليها بالإعدام، وتقرر تنفيذ الإعدام في مارس 58. لكن المنظمات الحكومية والهيئات الرسمية على مستوى الدول المساندة للشعب الجزائري عبرت عن استيائها، وقامت وشكلت ضغطا على الهيئة الرسمية مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومن بين الضاغطين على هذه الهيئات الحكومة الأردنية. يعني كيف تم التعامل مع هذا الخبر؟ أكيد كان قرار اعتقال جميلة بوحير، هي أحد المناضلين الجزائريين، كان قرار ظالم. قرار إعدامها أكيد لقى استياء من العالم كله وخصوصا الأردن الشقيق، وكان هناك مطالبات من خلال الحكومة لمجلس الأمن في فك والمنظمات الحكومية والحقوقية في فك الحصار عنها. وكان هناك احتجاجات كبيرة في جميع المدن الأردنية في مطالبين في فك الحصار عنها، ولكن كان هناك استجابة من قبل الهيئات الدولية، قامت بالضغط على فرنسا لتغيير القرار إعدامها، وقرروا سجنها مؤبد. ولكن الحمد لله بعد استقلال الجزائر 1962 تم الإفراج عنها الحمد لله. أكيد يعني قوة الشعب الأردني والشعب العربي كانت بمثابة داعم للثورة الجزائرية في كثير من القضايا. الحمد لله. التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار في مارس 62 هي بمثابة بداية نيل الاستقلال. كيف كان هذا الخبر أو هذا القرار، كيف كان وقعه على السلطات وعلى الشعب الأردني؟ يستذكر والدي رحمه الله أنه جلالة الملك المرحوم الملك حسين قام بالتبرع بمبلغ 4000 دينار أردني من أجل دعم الشعب الجزائري وإقامة وإنشاء مبنى السفارة الجزائرية في الأردن. كما كان هناك دور لأمانة العاصمة في ذلك الوقت في دعم إنشاء السفارة والتبرع بمبلغ مالي. كما قام والدي بمراسلات لجميع الجمعيات والجهات الرسمية والبنوك والجمعيات الخيرية من أجل التبرعات من أجل إنشاء هذا المبنى وتأييده للشعب الجزائري. لقاء الذاكرة يريد أن يعرف آخر يوميات صديق الثورة الجزائرية الراحل ضيف الله حمود. مثل ما ذكرت، والدي أنشأ جريدة الصحفي في 1964 وأنهى ب 1997. بعدين لحال المرضية اللي كان يشكو منها توقف عن الكتابة، فكانت في آخر سنوات له كانت في كتابة جريدة الصحفي، كما أنه كان رئيس لجمعية أصدقاء الشرطة في الويبدة.
وكانت هناك كثير من الندوات والمحاضرات، وكان يستقبل أبناء الوطن الأردني، يستمع لمشاكلهم، وكان مصلح اجتماعي يعني. وكان أيضا في منزله يستقبل كثير من الأصدقاء وكثير من أبناء الشعب. كان المنزل دائما مفتوح لسماع طلباتهم وشكواهم يعني ومشاكلهم. شكرا سيدة عليا. مشاهدي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامجنا، برنامج لقاء الذاكرة. السيدة عليا، كلمة أخيرة للمشاهدين الكرام. يعني أنا دائما بعبر عن اعتزازي بالشعب الجزائري وبالشهداء الجزائر الذين سطروا بدمائهم تاريخ للجزائر وللأجيال القادمة عشان يعيشوا بأمان ورفاهية وحرية. هذه الدماء هي غيرت تاريخ الجزائر كاملا. وأيضا أشكركم وأشكر كل من يقوم بتكريم وتقدير لجنة ناصرة الجزائر، لأنهم سطروا منهاج للأجيال القادمة عن القومية والانتماء والإخلاص للأوطان والتضحيات. السيدة عليا، أشكرك جزيل الشكر على هذه الكلمات الرقيات، وأشكرك أيضا على استضافتنا وإتاحت لنا هذه الفرصة لإجراء مثل هذا اللقاء في منزل الراحل ضيف الله الحمود، وبالضبط في مكان مكتب الراحل ضيف الله الحمود، أين كان يستقبل ضيوفه في هذا المكان. إذن مشاهدي الكرام، ضيف الله الحمود صديق من أصدقاء الثورة الجزائرية رحمة الله عليه. كانت مسيرة حياته تدل على حراك دائم للعمل من أجل الآخرين ومن أجل وطنه الأردن الذي أحب، ومن أجل كل العرب الذين ناضلوا دفاعا عن وجودهم وحرياتهم واستقلال أوطانهم وشعوبهم شرقا وغربا. وإلى عدد جديد من برنامج لقاء الذاكرة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.